مش هي مغناطيس اه. كل ديت اعاده تدوير من الحجر اللي هي المسامير الصوميل اللي هي الورد الجنزير بتاع الكلام دول. لا انا ببيع اونلاين، بس انا كنت طلبت قريبا طلبت في كشك يعني مكان اعرف في مروان بصراحه ما اتاخرش. انا مغمض بس انا مش يعني مش شغال، هي دي شغلتي يعني، فاتح بيت هنا وكده، بس البيع بقى قليل، بس ان شاء الله يعني مع الاستمراريه. فعملت الكشك بصراحه وحاليا بعرض فيه الخضار. تصدر يعني. اه واوقات بيجي لي مثلا شحنه من عن طريق مثلا الانترنت كده، واروح المانيا وديت اليابان وديت السعوديه وديت مملكه السويد، يعني كل دوله كذا قطعه كده الحمد لله. انا دايما بشوف شغل الالتزام ده بيبقى ستانلس عالي الجوده. تمام في اه ايوه في منه ستانلس. تطور نفسك انك انت تحول منتج شغل تاني معدل زي نعم مهما عايز ستانلس. جميل. فانا بشتغل باي حاجه. انا في حد كلمني قبل كده من السعوديه وطلبها مني ان انا اعمل له بالذهب، بس هو اللي هيصرف، هو اللي هيعمل كل حاجه ان شاء الله باذن الله. تشتغل في الشغل ده يدوي الشغل يدوي عندي. انا فتحت ورشه مصغره يعني، وبدات ان انا الم الخرده من عند الميكانيكيه، ميكانيكي الموتوسيكلات وميكانيكيه العربيات، وبدات ان انا اجمع منه، فبعمل منها اشكال زي كده وكلها افكار. ديت مثلا ب 300 جنيه. هو في ناس اشترت قبل كده. يعني مثلا هو انا ببيعه كل حاجه، بس يعني ممكن تقعد فتره يعني، اللي فاهم الكلام دوت هو اللي بياخد. طويله شويه مش عنده قيمة. ولكن يعني انا ان شاء الله مستمر. انا بقالي سنتين على الموضوع. انا اصلا كنت سواق معدات تقيله، ولكن هي ديت موهبه يعني مش عارف اشتغل بسبب. بس انا بقى يعني انا خلاص تركت المعدات وبدات ان انا اعمل منها مشروع. كنت فاتحها متر في متر على السطح عندنا. بدات ان انا اخد ورشه، بدات ان انا اوسع في المجال، بدات ان انا اجيب واحد يشتغل معايا. نعم السلستين. بس هو المنتج بصراحه عاجب ناس كتير جدا يعني. بصراحه انا عملت منه اشكال كتير. كل ديت حاجات بس انا حاليا بقى شغال على ايه؟ شغال على الطاقه اللي هي المغناطيسيه، ان هي تشتغل دايركت ما تقفش. ما تقفش مع النبض والجاذبيه الله ينور عليك. ان شاء الله خير يعني باذن الله. دعمكم ان شاء الله مستمرين.